أنتم أنفسكم لاحظتوا النواب هنا موجودين، كل ما نروح للبرلمان يحكموني وحكموا الوزراء السابقين قبلي. المواطنين هم يكتبوا، لاحظوا أنه فيه ما يمكن تسميته بين مزدوجتين انفلات في الإعلام الرياضي، انفلات في المعالجة، انفلات في كثير من القضايا. ربما هذا الانفلات لديه مجموعة من الأسباب ممكن قابلة للنقاش. إذن هذا الانفلات إن جر عنه أو قد ينجر إذا استمر، قد ينجر عنه خلق توتر اجتماعي. أنا نقول لكم بعيدا على كأس إفريقيا، مؤخرا نزلت البرلمان في إطار تسوية الميزانية الخاصة بقطاع الاتصال. لليوم سكان منطقة معينة، المجتمع المدني في منطقة معينة راه يطالب بحق الرد على قناة تلفزيونية. شعر باللي فيه إهانة غير معقول. الآن إذا فتحنا حق الرد لهذيك الولاية، راه التلفزيونات ما تفرقش بحق الرد. كل ولاية تجي دير حق الرد تاعها، كل مجتمع مدني تجي دير حق الرد، كل جمعية تجي دير حق الرد. ولأن التلفزيونات ماشي مصنوعة لهذا النوع من الردود بخلاف الصحافة المكتوبة وربما والإلكترونية. إذن خاصة القنوات مدعوة إلى الالتزام أكثر من غيرها، يعني بأدبيات وأخلاقيات المهنة أكثر من غيرها. والمتدخلين سواء كانوا إعلاميين أو ضيوف معنيين يعني بضبط على الأقل ضبط اللسان، يعني اختيار الكلمات، انتقاء الكلمات. راهي الكلمات تحيي وتميت، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، وأنتم تعرفون هذا. إذن غير معقول أن نقرأوها في القرآن صباح مساء وكي نجوا للميدان للتطبيق، وخاصة الإعلاميين، لأن الصحافة كلمة والكلمة تحيي وتميت. إذن يتعين علينا انتقاء الكلمات، والإعلام سلاح. إذا سمحت لنفسك لأنك عندك سلاح الإعلام تقتل الناس، لازم تسمح للآخرين يقتلوك بالأدوات التي يمتلكونها. إذن هذه باش نقول لكم لليوم ننزل المجلس الشعبي الوطني، المجلس الأمة، النواب يعني متقلقين بشكل كبير من أداء وأساليب ممارسة الإعلام الرياضي. أحيانا وصلت الممارسة في الإعلام الرياضي أننا لدرجة ونقدر نقول أنه الأمن القومي ولا في خطر. ولاية ضد ولاية، مدينة ضد مدينة، وهذه الإعلام لعب دور سلبي. نهار تصيب في الصفحة الأولى اليوم ما تفلاش، غير معقول. وش اليوم ما تفلاش؟ خلات لعبة وانتهت. دينا كأس إفريقيا في 2019 ولينا ألمانيا في التطور والازدهار، وخرجنا في كوت ديفوار وما حناش كأس العالم. واش رانا؟ مش رانا حتى حاجة. اللعبة تقعد لعبة. لازم نفرق بين اللعبة وبين المجتمع وبين العمل السياسي وبين التطور الاقتصادي والنمو والرفاه الاجتماعي لبلادنا. أما خسرنا في مباراة بين ناديين والله فريق وطني رجعوها قضية وطنية ونقصوا صباح مساء قلوب وعقول المواطنين ونحبط من المعنويات تاعهم، هذا أمن قومي مستهدف بشكل يعني ما فيش نقاش. إذن الإعلام الرياضي مدعو أنه يتنبه لمثل هذه القضايا ومثل هذه المعالجات. أحيانا الإعلام الرياضي كاد يتسبب في مشاكل دبلوماسية بين البلدان. الرياضة خليها رياضة، وانت مختص في الإعلام الرياضي ريح في الإعلام الرياضي. ما هي مبررات أنك تتحول من الإعلام الرياضي إلى العلاقات الدولية؟ ما هي مبررات تستهدف دول؟ لا، إذن الأمور راني كي نقول لكم انفلتت، راني عارف أنها انفلتت. وبالتالي هذا اللقاء اليوم هو دعوة للإعلاميين الرياضيين أن كل واحد يمارس الإعلام كما ينبغي أن يمارس، ونتوقفوا على هذه الأشياء التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه داخليا أو في علاقة الجزائر مع دول الجوار.